ايه؟ هي لابسه ضيق وعامله مكياج نار ونازله زي القنبله. بتقول لك ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ اقول لك انا يا سيدي هي عايزه ايه. بص يا سيدي، الست مش دايما بتعمل كده علشان كتير من الستات بيبقى عندها حاجه اسمها ادمان الانتباه. عايزه تتشاف تتحس تتحب من غير ما تدفع ثمن الحب ده. هي بتحب تكون ملفتة بس مش عايزاك تفهمها غلط، وده بيسيب الراجل في متاهة. أبص ما بصش، أعبر أطنش، ولو قربت زيادة تزعق. طب لو بعدت تقول أنت ما بقتش تهتم بيا. الست اللي بتعمل كده بتعاني من حاجة اسمها نقص في الشعور بالقيمة. بتحاول تثبت لنفسها إنها مرغوبة حتى لو مش ناوية ترتبط. بتقيس أنوثتها بعدد العيون اللي اتعلقت بيها، مش بواحد بس حبها بصدق. طب والراجل؟ الراجل بقى بيبقى تايه ما بين شهوة مش مفهومة وإحباط نفسي. بيبتدي يسأل نفسه هو أنا قليل ولا هي بتلعب ولا الدنيا كلها بايظة ولا أنا اللي مش فاهم حاجة. طب والخلاصة؟ الخلاصة بقى يا سيدي إن المشكلة مش في اللبس ولا في البصة. المشكلة في نوايا مش واضحة، وفي ناس حتى مش صريحة مع نفسها. فلو كل واحد عرف هو عاوز إيه محدش هيتأذي من التاني. وأنا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصة.